العزيز اللي يتفضل بالكلام يقول اتهمتونا انتم ما نتبع العترة. اذا يسمعنا استاذ شاهين خلي يسولف لنا واحد من اخواننا الموجودين انه هو يطيع ويتبع ويسمع كلام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. يقدر؟ طيب اعطيني حديث لعلي قال لي فيه ان العن الصحابه مثلا. لا انا مو على لحن الصحابه، لا نتركه، لا نطعن ولا نلعن. الان انت تطيع علي سلام الله على علي؟ انت تمتثل باوامر علي ولا ما تمتثل؟ علي سلام الله عليه يشهد هو والعباس بان ابا بكر وعمر آثمان غادران خائنان كاذبان في صحيح مسلم. ليش ما تطيعه؟ السلام عليكم. المسلمين السلام. زين حاول نبي عمر الكاذب الآثم الغادر بشهادة علي والعباس، أبي بكر كاذبان آثمان غادران. حاورني يلا خالك مع ما تكافر ماتين بشهادة. وطالبك بهذه المناظرة. يلا باب الجميع الآن. حاضر عيوني لك حياك الله. يلا ابو فيصل هذا شهاده من علي والعباس على انهما آثمان غادران كاذبان. طيب انت اهدى شويه بدون تشنج. يلا يعني عوف الكلام الجانبي لا تشوش على السامع. هذه شهاده في مسلم انهما آثمان غادران كاذبان. صحيح. هو طبعا هذه روايه بيقرا لك يا شيخ. عداله الصحابه ما دام صحيح. وعمر عباس على غير الاسلام ايضا. معاويه ايضا مات على غير الاسلام، فلا تقولوا بعداله الصحابه بعد. ترى مجنون هذا يا شيخ عمر. ليش مجنون؟ رد عليه رد علمي. معاويه مات على غير الاسلام واثمان غادران كاذبان. اي عداله يا شيخ عباس مجنون. معاويه انت طلعت تناقش في روايه مسلم. بركاته 12 وهذا عنوان اهل السنه هم اتباع الامام علي سلام الله عليه. نعم. اقول ما دام انتم اتباع الامام علي فالامام علي والعباس شهدوا بان ابا بكر وعمر آثمان غادران خائنان كاذبان، فلماذا لا تتبع علي بن ابي طالب في هذه القضيه؟ شهد بان ابا بكر وعمر كاذبان آثمان غادران خائنان. هل تريد ان اتبع علي بن ابي طالب الذي يقول يا سلمان اذهب الى بيت الان انت هذا في صحيح مسلم وانت تقول نحن اتباع الامام علي، فلماذا لم تتبع الامام علي حينما قال ابا بكر وعمر آثمان غادران خائنان كاذبان؟ أو تريد. كيف حالك يا شيخ رمضان؟ الله يكرمك بارك الله فيك. أبا بكر وعمر آثمان غادران بشهادة علي والعباس، فماذا تريد؟ وهذه الخلافة عندكم ساقطة لأن عمر وأبا بكر كاذبان آثمان غادران ومعاوية مات على غير الإسلام. بالسؤال شهادة علي والعباس عمر وأبا بكر كاذبان غادران خائنان معاوية مات كافر بشهادة الحماني وعلي بن جعش. يلا حاول اهدى يا محترم. حسن معاهد اخلاق ما يدخل آثمان بشهادة علي والعباس في صحيح مسلم. هذا مسجل كأنه مسجل. ذا على أي عضو مش شرط يغلب على أي عضو من أعضائه. هو عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه وجع شديد. وهذا أي سنة وعمر قمع السنة في رزية الخميس؟ أي سنة؟ ويشهد علي أنهم كاذبان آثمان غادران. يشهد علي أنهم كاذبان. ما عندك صوت شيخ هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيعي يا جعفر؟ الحمد لله شيعي. نعم شيخنا أبو شيمان دكتور. وصية النبي لعلي بن أبي طالب ممكن تذكرها لنا؟ وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للأمة باتباع القرآن والعترة، وعلي هو سيد العترة. وصية النبي لعلي بن أبي طالب في مسألة كسر ضلع الزهراء. شيخنا المحترم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى المسلمين باتباع العترة. هل تمسكت بالعترة ولا أبا بكر وعمر وعثمان من العترة؟ ما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي أتته من عند الله عن طريق جبريل ليبلغها لعلي بن أبي طالب؟ أوصى علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما يختص بالخلافة أبو بكر وعمر يشهد على أنهما كاذبان آثمان غادران خائنان في صحيح مسلم رقم الحديث 1757،
وهذا ما ثابت عندكم في التراث. هذا صرخ ابن دعية. الآن اهرب يا سلفي، يا سلفي من حقيقة أئمتك الكاذبان. الآن اهرب يا سلفي، يا سلفي من حقيقة